فإن الذي حدث تشيب له الولدان، وأنا من الشهود المطلعين، عشت المرحلة كما هي بكل سفالتها وقذارتها ووحشيتها. كانت مقرات الحرس القومي مقرات إبادة جماعية بروح وحشية، يستعمل المنشار لقص السيقان والأيدي. كلنا نعلم في الكاظمية أنه اتبع ذلك في مقرات الحرس القومي لأخذ الاعترافات، وكانوا يصعقون لجبنهم أن المنشار لا يؤدي ما يريدون من الاعتراف المنتظر. كانت هناك بطولات مظلومة لم يتحدث عنها إلى الآن، ولم يعطى حقها إلى الآن. ولو لم تكن من جرائم الانقلابيين الجبناء إلا الطريقة التي قتل بها عبد الكريم قاسم لكفاهم عارا مدى التاريخ. هذا الذي عفى عنهم يوم تصدوا له في شارع الرشيد، أيقاتل بهذه الوحشية والسرعة في القتل بلا محاكمة، بلا استماع لما يقول؟ انظروا إلى ما فعلنا نحن مع طاغية العصر، الذي لو كان قد قتل قتلة عبد الكريم قاسم لما اعترض أحد، لأن طغيانه وجرائمه ووحشيته تملأ الآذان والعيون والتاريخ والصفحات. ومع ذلك أعطيناه حق الوقوف، فصيح وعيط وقال منقولا عبر الإعلام إلى كل الناس تحت عنوان أن هذا حقه، ثم أخذ جزاءه. أكان كثيرا على عبد الكريم قاسم الذي نحتاجه اليوم، نستبدل به قذارة اليوم. استشهد ولا يملك شقة ولا غرفة ولا مبلغ من المال، ونحن نعيش ساسة يتسابقون في سرقة الملايين وامتلاك القصور والتشبه بصدام الذي يزعمون أنهم جاءوا يصححون ما أفسده صدام. بربكم لو أسأل أي واحد عاصر عبد الكريم قاسم أو كان يعرفه حق المعرفة، هل هو شيعي أو سني؟ هل هو عربي أو كردي؟ هل هو مسلم أو مسيحي؟ هل هو شرقي أو غربي؟ شمالي جنوبي؟ سيكون الجواب الوحيد أنه عراقي. أحب شعبه شباط الأسود وبعده. ما هي الجرائم؟ ما هي الانتهاكات؟ المداهمات الليلية، الرعب الدائم. ويكفي أن علي صالح السعدي بلسانه قال، بلسانه وليس بلسان غيره، جئنا بقطار الأمريكي، وهي العبارة المشهورة. تبا لمن يجيء بالقطار الأمريكي سابقا ولاحقا. والسلام عليكم.